ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. صباح الجمال، صباح الحلويات، ربنا يربي لكم دايما في حياتي، اللهم امين. يلا كده ندخل الفيديو ونشوف النهارده الجمال ده والحلويات. بتعملي ايه يا بنتي يا رزة؟ يلا كده نشوف. طبعا انتوا هتتخضوا، ايه ده اللي انت بتعمليه؟ يلا اقول لكم. هنا بقى كنت سقعانه ورايحه اجيب حاجه من البيت التاني، لقيت جارنا كده مولع كده شويه كواليح. قلت بقى ايه، هدفي نفسي شوية وارجع بقى نشوف هنعمل ايه. قبل ما ابدأ الفيديو عايزة ارحب بكل الناس الجميلة اللي نورت القناة من خارج الوطن ومن الدنيا مصر. ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم دايما في حياتي، ونورت قناة البسيطة المتواضعة. هنا بقى يا رزة انت بتعملي ايه على الصبح؟ طبعا احنا الجو ساقع يا بنات، وقلت اما ادفي نفسي كده واعملهم حاجه كده. في الشتاء عايزه اقول لكم الاكله دي بحب اعملها موت موت للبنات. يعني احنا عندنا في الصعيد مشهورين بالاكله ديت الصبحيه كده. لازم يعني ما يخلاش بيت. ممكن في ناس بتعملها على العشاء، احنا بنعملها على الفطار، بنعملها على العشاء، اي حاجه. المهم بتكون اكله كده خفيفه، ويعني هي مش اكله، يعني هو لبن والدقيق القمح والحاجات دي كلها اللي انتوا عارفينها. ربنا يا رب يخليكم ليا، اللهم امين. بجد متشكره ليكم ولتعليقاتكم الجميله وروحكم الطيبه. مش عارفه اقول لكم ايه، عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه بيكم قوي قوي قوي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هكبر بيكم كمان وكمان، وعيلتنا الجميله الصغيره تكبر كل حبه وحبه ان شاء الله بفضل وجودكم معايا. عايزه اشكر كمان كل الناس الحلوه اللي معايا من اول بدايه القناه، انا عارفاهم كل اخ واخت على دماغي وجودكم. ربنا يا رب يدومكم دايما في حياتي ويسعدكم، اللهم امين. بجد الناس دي يا جماعه تستاهل ان انا اشكرها كده، يعني كل شويه قدام الناس كلها وقدام العالم كلها. انا بشكركم يا جماعه من كل قلبي، وانتم فوق دماغي وعلى راسي. وربنا يا رب يدومكم دايما في حياتي ويسعدكم، اللهم امين. بصوا بقى يا حلوين، صباح الحلويات واللبن الحليب. طبعا عملنا النهارده باللبن الحليب، عبارة عن أكلة يعني احنا بنعمل مثلا في الشتاء بنكون عايزين ندفي نفسنا وكده بعملها. ماما بقول لها ايه، احط مثلا قد ايه دقيق؟ تقول لي حلتين دقيق. قلت لها يا خبر ابيض، حلتين؟ ده انا لو عملت حلتين عندي ممكن اقعد السنة كلها. اقعد السنة كلها اكل فيهم، يعني انا والبنات وكده. قالت لي يا بنت حلتين دي علشان يعني ده هياكل وده هياكل والدنيا كلها هتدوق منهم. يعني اقول لها الدنيا كلها مين؟ يعني تقول لي جيراننا وكده. اقول لها طيب اعملي يا بنتي يا رزة وانت ساكتة ما تتدخليش. اول حاجة هنا بدأنا كده، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت اللبن كده على النار زي ما انتم شايفين. الحلة ديت فيها لبن يا بنات، وبدأت ان انا انضف كده حوالين مني. بدأت ان انا اغسل كده المطبخ وانضف الدنيا ولمع الدنيا. اول حاجة بحب اغسلها وانضفها مكان الاكل، دي الحتة ديت بحط فيها الاكل كده. غسلتها كده غسلة حلوة ونضفتها، وبدأت ان انا برضو بغسلها بالمية كده كده. المية بتنزل من الناحية التانية عادي، ما عنديش يعني زي عندي هناك بفضل اقول يا لهوي المية هنا، يا لهوي المية وقعت هنا، يا لهوي معرفش ايه. لا مفيش الكلام ده خالص، بالعكس بنكب المية وكده، حتى لو في الشتاء برضو بتنشف. بصوا بقى، حطيت طبعا اللبن وحطيت الدقيق زي ما انتوا شفتوا. الدقيق ده بفضل كده اعمله كده، يعني افركه كده على ايدي لحد ما يبقى حبيبات. بفركه بلبن، يعني الدقيق نفسه بفركه بلبن، بكون حاطه عليه معلقه ملح او اقل من المعلقه، وحاطه بقى بقى حاطه في اللبن معلقه فانيليا ومعلقه سكر، سكر فانيليا يعني، ومعلقه ملح صغيرة من معالق السكر الصغيرة دي. وهقلب قلب قلب قلب، افضل اقلب كده، اعمل مصلحة واروح اقلب، اعمل مصلحة واروح اقلب، لحد كده ما كل الخليط اللي انا عملته ده هيبقى عامل زي الكور كده. ما انا خلاص كورته على ايدي، خليته كده يعني لكليك لكليك لكليك. وهبدأ ان انا ايه، احطه كده. حطيته في اللبن وسيبته بقى خلاص هيستوي على نار هادية، وبعد كده هيفضل كده يستوي يستوي لحد ما يستوي كله مع بعضيه. وبدأت هنا ان انا انضف كده المطبخ وامسح الترابيزة ديت وامسح. بصوا عايزة اقول لكم خليت المطبخ اليوم ده فل فل كده.
خليته بيلمع كده، ما كانش فيه، كان اي نعم كان مليان كركيب وكده، بس خليته زي الورد. بصوا بقى يا بنات، هنا بعد ما كنست كده شوية عيش بالتاو، عيش البتاو ده عارفينه، استخسرت كده قلت حرام، رحت بقى حطيته كده لاكل الفراخ على جنب، ونضفت هنا الترابيزه ديت شايله كراكيب عند امي. عايزه اقول لكم بيت العيله ده دايما بيبقى مكركب، ربنا يا رب يجعله عامر بس ويبقى مكركب على طول. طبعا هناك مفيش بقى نحط في طقم توابل ولا حاجه، لا نحط في مين طقم توابل، بنت تمسك واحد تكسره، اختي بنت اختي التانية تكسر واحد، ولادي فاهمين. فما ينفعش يا عيني امي تروح فين تحس فين مننا وتيجي منين، ده احنا بنخليها تشد في شعرها عقبالت ما الفتره اللي احنا الفترة اللي احنا بنقعد فيها دي بنخليها بتبقى بصوا يعني تبقى مبسوطة قوي قوي. وانا بقى ايه، افضل اقول للعيال تعبتوا نينا، تعبتوا والدي، تعبتوا فاهمين. اه فماما تقول لي لا مالكيش دعوة اسكتي بس انت، احنا مبسوطين يا بنتي خلاص. اقول لها طيب انتوا حرين بقى طالما مبسوطين، انتوا حرين، اعز الولد ولد الولد زي ما بيقولوا، لكن انا بقى خليني بعيدة عنكم. تشوفني بقى بضرب في العيال، بعمل في العيال، تقوم شايله مني العيال بقى، انا بقى ضغاظ بقى اضرب، بفضل اضرب في العيال. شوفوا بقى قصه البوتاجاز ده ليه قصه كفاح معايا يا بنات. عايزه اقول لكم ان البوتاجاز ده بوتاجاز اثري برضو. البوتاجاز ده من اول ما اتجوزت ايه، من وانا بنت كده زي بناتي، وهو عندنا كان جايب والدي زمان قوي قوي، كان رخيص، فماما مش راضيه تفرط فيه وكده، عندها كذا واحد ورا البيت اللي هو البوتاجاز الكبير وكده، وتقول لا انا بحب اطبخ على ده. إيه شفتوا بقى برطمان السكر اللي انا مليته ده، رميته كله في الحله، يلا بقى يعوض ربنا في ال50 جنيه اللي والدي جابها. إيه السكر، طبعا احنا علشان عيله كبيره وكده فما بيكفيناش يعني حاجه مثلا كيلو ولا كده، لا والله العظيم يعني ممكن والدي يجيب البلتة، يجيب البلتات تلاقيها على طول يعني خلصت في ثواني. ما احنا ما شاء الله صلاة النبي يعني، ولاد اختي وانا وولاد اختي التانية ولاد اختي التانية. نضع عليا بقى اخويا من فوق قال لي بعد اذنك يا امورتي يا اختي يا حبيبتي، المساحة بتاعتي اتكسرت، والمطلوب مني يا اخويا اعمل لك ايه يعني، مساحتك اتكسرت هعمل لك ايه؟ قال لي تروحي تتكرمي كده وتجيبي المساحة اللي في البيت التاني. اتكرمت بقى. مرات اخويا كانت نايمه الصبح، فطبعا ما حبيتش كده ان انا يعني ازعجها ولا حاجه، ولا اقول لها قومي هاتي المساحه يا اختي لجوزك عايزها ولا الكلام ده كله. لا خدت نفسي بالادب كده علشان ما اسمعش كلمتين كده ملهمش لازمه، ومشيت بقى. عايزه اقول لكم يا جماعه عايزه اقول لكم هنا برضو جارنا كان يعني ايه مولع شويه جله، ماشي مولع شويه كواليح كده، وجيت اتدفيت كده شويه معاهم وقعدت معاهم. عايزه اقول لكم ان انا مره جوزي شافني مع العيال بلعب، قال لي خليك العبوا في وسطيهم، ما انت عيله زيهم كده بتلعبوا في وسطيهم. قلت له هعمل لهم ايه، لقيتهم بيلعبوا لعبت معاهم فيها حاجه؟ قال لي لا خالص مش اي حاجه. قال لي المره الجايه هجيب لك مصاصه علشان تلعبي معاهم وتلفي بيها في الشارع وتلفي بيها في الشارع وكده. بص بقى، بصيت هنا كده على حاجه، كنت ببص اشوف يعني كان في معزايه ولا غنمايه تايهه ولا ايه بالظبط مش عارفه كنت ببص على ايه. جيت هنا فتحت بقى البوابه. عايزه اقول لكم البيت ده خلاص كده مركون على جنب، محدش لا قاعد فيه ولا نايم فيه ولا عامل فيه اي حاجه خالص، مركون كده هو على جنب بالصلاه على النبي كده وقت العوزه يعني. من زمان مبني من زمان وكده، شايفين بقى محدش قاعد فيه وكده، في كراكيب بقى كراكيب بس، كراكيب ثم الكراكيب. جبت بقى المساحة وقفلت كده الباب، ونزلت كده جري على اخويا علشان خاطر ايه اخويا دوت يعني كان عايزها، فقلت لا علي، رحت جبتها بالادب كده ومشيت بقى. البيت المهجور اللي محدش قاعد فيه خالص، نزلت كده من على السلم، خدت المساحه ومشيت. عايزه اقول لكم يا بنات الجو اليوم ده كان حلو قوي، شايفين الشمس طالعه، الشمس طالعه يا بنات والجو جميل واتدفينا النهارده. عايزه اقول لكم الاكله ديت بتدفي كده، بنعملها بسمنه وعسل اسود، او مثلا لو ما عندكيش عسل اسود سكر، او لو ما عندكيش سكر ممكن عادي تاكلها من غير عسل ومن غير سكر، يعني هي ما الحياه كلها من غير عسل ومن غير سكر، عملنا ايه يعني
لسه ابن جيراننا قاعد كده بيقول لي يا طنط انت مش بتتعبي من التصوير ده؟ قلت له زي بعض يا ابني، ما انا بتعب، بس هاجي اقول لك يا حبيبي ان انا بتعب؟ مشيت بقى كده وديت لاخويا المساحه وقلت هشوف بقى. عماله انادي عليه اقول له خد يا حبيبي، مش علشان انت مثلا لسه ما جبتش عيال ولا لسه عريس فان انت يعني خلاص ان احنا قدمنا، لا طبعا لا يمكن. اديته كده المساحه، شكله كده كان هيمسح السلم ولا هيعمل ايه. وجيت هنا حطيت كده حبة ملح صغيرين، وبدأت ان انا خلاص كده الفيديو النهاردة يا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس تخبطوا كده على كلمة الكل. عايزة اشوف كلمة الكل كده منورة كده في كل تليفون عندكم. ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم دايما في حياتي. حطيت البطاطس تتحمر. عايزة اقول لكم يا بنات ان الحلة دي هي لونها كده. هنا بقى خدت عملت اللي عملته ومشيت بقى، قلت لماما باي باي، حماتي بتسأل عليا، هروح بقى اكل انا وحماتي وخليك انت هنا. حطيت سكر وعسل وسمنه وشهيصت الدنيا ومشيت، سبتهم ومشيت. بينه وبين حماتي يعني من المسافه زي ما انتم شايفين كده. الدنيا هاديه والبيوت هناك جميله، علشان بس اللي قال لي صورنا يا رزه كده الشوارع بتاع القريه عندكم. اشوفكم ان شاء الله دايما مبسوطين، واحب اقول لكم ان انا ممنونه ليكم لكل اللي بيدخل عندي القناه. ربنا يا رب يدومكم دايما في حياتي، اللهم امين. ومتشكره ليكم على تعليقاتكم الحلوه. وخلاص قربنا نمشي من البلد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.